الحقيقة اللي مارست الأكذوبة اللي مارست ضد الأديان من بداية تكوين المجتمع البشري. نحن شفنا بداية تكوين المجتمع البشري كان ما في أديان بداية، كانت المرأة تعتبر هي الإله الحقيقي اللي كانت تقدس. كانت ناضلت المرأة بصراحة في بداية الأحداث إلى ما تكونت السياسات الرأسمالية وبعدها السومرية وحطوا القوانين وحطوا إلى يومنا هذا. نحن عم نشوف تأثير الأديان، التأثير السلبي والتأثير الإيجابي الأديان. نحن شفنا بالفترة الماضية، نحن نقول السنين الماضية لما اجت داعش اجت باسم الإسلام، وصراحة شوهت الإسلام الحقيقي، الإسلام الديمقراطي الحقيقي، لأنها ما أعطت حق. نحن رح أحكي شوي عن الأسلوب اللي كانوا يتعاملوا مع داعش. ما كانوا يعني يعطوا حق الإنسانية أو حق البشرية حقها. كان قتل، كان حرق، كان نهب، كان سلب. أي دين من الديانات السماوية، نحن ما نقول الإسلامية كمان، السماوية اللي كانت تشرع القتل أو تشرع الحرق أو تشرع قتل النفس بغير حق. يعني نحن شفنا الأديان كلها، الكتب السماوية اللي نزلت كلها، سواء كانت الديانة المسيحية أو الديانة الإيزيدية أو الزرادشتية أو المحمدية أو أي دين، حتى الكتب السماوية الأربعة لما نزلت الكتب السماوية الأربعة كانت تحافظ أول شيء على الحقوق الإنسانية، كانت تحافظ على حقوق المرأة. بالبداية كانت تعطي قيمة للمرأة، حتى الديانة الإسلامية أعطت حق للمرأة، بس نحن الفترة ما بين الأديان، بين الدين فترة السنوات اللي عدت بين الكتب السماوية اللي نزلت من الزبور للتوراة للإنجيل للقرآن الكريم، كان آخر الكتب السماوية القرآن الكريم. نحن شفنا هاي الفترة هي اللي صار فيها التخبطات، هي اللي واجهت صعوبات كثيرة. هلا من دور سيدنا محمد لليوم كمان نفس السياسة مارست، السياسة استغلت ضعف الإنسان بالدين. يعني نحن هلا مرات لما نحن بمشاركتنا بالحياة العادية نقول لا تعمل هذا حرام، هيك حرام هيك. هم استغلوا هالنقطة الذهنية الذكورية اللي موجودة في الرأسمالية. بصراحة هم يقدروا يسيطروا على الشعوب عن طريق الرأسمالية أو الذهنية الذكورية اللي تستطيع أن تسيطر على عقول نحن نقول الشباب، لأنه استهداف الشباب يبنوا على هالشيء هذا، انبنى على طريق الدين، أنه لا تعملون. استغلته داعش، ونحن هلا مع الأسف، مع كل أسف عم نشوفه حاليا عم يستغلوا، عم يحرموا الطوائف الثانية، سواء كانت الطائفة العلوية أو الطائفة الدرزية أو حتى السنية نفسها. عم يكسروا الرموز اللي كانت ماخذينها الشعب، هي رموز حضارية لهم. هي إيش علاقتها بالمجتمع أو بالاحتلال أو بالحرب؟ العلاقة الأساس مشان الناس ما ترسخ الشعب، مو هلا اللي بعده أو الجيل اللي بعده يتمسك بالعادات والتقاليد أو بالأديان أو بممارسة الأديان. نحن هلا عم نشوفه مع الأسف، نحن عم نشوفه. نحن ما راح نوصل للإسلام الديمقراطي المعتدل أبدا. مو بس الإسلام، جميع الأديان إذا ما وحدنا أو أخذنا فكرة أو نظرة الإدارة الذاتية وفكر القائد أو فكر الأمة الديمقراطية. نحن نقول الأمة الديمقراطية تعايش الشعوب، أخوة الشعوب. في نحن هلا عم نشوفها حقيقة هون، بس يعني في اللي مخربين، اللي ما يحبون تتطور الأمة الديمقراطية أو تصير إدارة ذاتية ديمقراطية، عم يشوهوا سمعة هالأديان هاي، يستغلوها. مثلا نحن هلا شفنا بالإدارة اللي مارسنا من 14 سنة، اليزيدية، المسيحية، الزرادشتية، السنية، العلوية، كافة مكونات الشعوب، كافة مكونات السريان، المسيح، الأرمن، كافة الأرثوذكس، كافة مكونات الشعوب. حتى المسيحية عندهم كافة مكونات وفئات وطوائف. نحن شفناها بصراحة بالأمة الديمقراطية. نحن نحاول نطبق مبدأ الأمة الديمقراطية، نحن نحكي لسوريا المستقبل أو سوريا الجديدة. سوريا الجديدة ما راح تعطي حضارة ولا تعطي إنسانية ولا تعطي ديمقراطية إذا ما طبقت القوانين اللي موجودة عندنا بالإدارة الذاتية. يعني لازم أهم شيء تطبق القوانين اللي موجودة عندنا، اللي صارنا 13-14 سنة عم نمشيها، وهذا نموذج كثير حلو. يعني صيت الإدارة الذاتية نموذج كثير حلو، يعني ذاع بالعالم كله، الناس كلها سمعت بالإدارة الذاتية وحبت هالفكرة. شفنا الوفود اللي كانت اجت زارت من فترة، الوفود سواء كانت سويسرا
او بالهند شفنا، او بالباكستان، حتى الوفود اللي اجوا وشاركوا هون بلجيكا اخذوا نموذج الاداره الذاتيه والرئاسه المشتركه. الرئاسه المشتركه نحن شفنا بكل الشعوب ما في رئاسه مشتركه غير بالاداره الذاتيه. يعني أخوة الشعوب إدارة ذاتية أعطوا حق بصراحة للمرأة. المرأة اللي تهمشت وما زالت تتهمش إلا بالسنوات الأخيرة أعطت حقها، ونحن نخاف من المستقبل، نحن نخاف إنه المرأة ترجع تتهمش من جدة وجديد. يعني بعد ما تكونت المرأة وصارت عندها طموحات وأحلام، وهذا حقها، نحن ما نقول هذا فرض، هذا حق المرأة. حق المرأة أنه بالحرية بالتعلم، هاي حقه خلقه رب العالمين. نحن نرجع على أديان الرسول عليه الصلاة والسلام، كان جاره يهودي ما جبروا قال له اسلم، ما جبروا قال له اسلم، إلا هو شاف أن الدين الإسلامي دين حقيقي تأسلم. نحن شفنا بالدين الإسلامي كانت المقاتلة خولة بنت الأزور، كانت بالدين الإسلامي كانت مقاتلة مع جنب مع الرسول. ليش ما قالوا حرام مثلا المرأة تكون مقاتلة أو لازم تقعد بالبيت؟ نحن شفنا عائشة رضي الله عنها كانت تعطي أحاديث مع الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يفوتها مع الصحابة يقولها تعي، وهي كانت تحكي أكثر من أحاديث منسبة لعائشة رضي الله عنها. كانت أول نحن نقول مرأة، كانت مرأة اللي قتلت بالإسلام، كانت أول شهيدة بالإسلام على دور الرسول عليه الصلاة والسلام. ليش ما كان مثلا يقول حرام لا تروح تجاهد أو حرام لا تروح تطلع، أو كانت من المتعلمات حقيقة. يعني الأديان، نحن مو الأديان اللي شوه، إحنا الرأسمالية والذهنية الذكورية اللي العولمة الحقيقية اللي تحاول تسيطر على العالم هي اللي شوهت سمعة الإسلام، سمعة الأديان. نحن كمؤتمر إسلامي هون نحن كافة الشعوب معنا، هلا في عندنا كافة المكونات مختلطة مع بالمؤتمر، المؤتمر الإسلامي الديمقراطي، في عندنا الإيزيدي، في عندنا المسيحي، في عندنا الزردشتي، في عندنا حتى الطوائف كامل، حتى العلوية في عندنا موجودين عم يمارسوا حياة طبيعية، حياة حرية، بحرية تعابيرهم، بحرية معتقداتهم. نحن نحاول بمؤتمر الإسلامي الديمقراطي بالإدارة الذاتية عم نكسب الكل، نكسب الأديان الأخرى اللي معانا. فنحن نتمنى أنه من سوريا الجديدة، أو نحن نقول في سوريا الجديدة كون دور المرأة، نتمنى يعطون حقيقة دور حقيقي للمرأة، كون المرأة هي الأساس في بناء المجتمعات. فنتمنى أنه نموذج أو في كتابة الدستور نحن نقول في السنوات المقبلة أن ينظروا بهالعين هاي، يعني ينظروا لمبدأ أخوة الشعوب والأمة الديمقراطية، لأن إذا مشوا على هالمبدأ راح تستمر سوريا وراح تنجح سوريا. أما إذا حرفوا مبدأ أو همشوا دور المرأة، صدقا ما راح يتكون سوريا حرة وجديدة، راح نرجع إلى ما بعد، إلى ما قبل العصور القديمة فكريا وذهنيا وعقليا.